حول هذا الموضوع معنا الآن من باريس ممثل جبهة البوليزاريو في العاصمة الفرنسية أبي البشير. سيد أبي، أهلا بك على قناة فرانس 24. كيف استقبلت جبهة البوليساريو قرار المغرب الانسحاب من منطقة الجرجرات؟ لا، شكرا جزيلا. بالنسبة لنا في جبهة البوليزاريو، بيان وزارة الخارجية المغربية في الانسحاب الأحادي، ما يسمى بالانسحاب الأحادي من منطقة الجرجرات، لا يعدو أن يكون محاولة لذر الرماد في الأعين، ومحاولة لاستغلال الأزمة العسكرية الناشبة في المنطقة كشجرة لإخفاء الغابة. بالنسبة لنا أزمة الجرجرات هي جزء من كل، وجزء بسيط جدا من كل وجوهري يتعلق بتنظيم استفتاء تقرير المصير، ويتعلق بالشرعية الدولية التي يتكلم عنها بيان وزارة الخارجية المغربية بشكل غير سليم. الأمم المتحدة متواجدة في الإقليم من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير، وهناك اتفاق وقف إطلاق النار، ومسألة الجرجرات يجب أن تحل في إطار كلي وليس في إطار جزئي. نعم. ونحن في هل جبهة هل هل البوليزاريو هل قررت جبهة البوليزاريو سحب أي عناصر مسلحة ربما موجودة في المنطقة؟ ونحن نتذكر بعض التوغلات لهذه العناصر حتى المحيط الأطلسي، وتم نشر صور لهؤلاء العناصر قرب المحيط الأطلسي. لا، بالنسبة لنا لم نتخذ قرارا بالانسحاب من منطقة الجرجرات، وبالنسبة لنا المشكل يجب أن يحل في إطار كلي يتعلق بتطبيق استفتاء تقرير المصير الذي بموجبه تتواجد الأمم المتحدة في الإقليم. ونحن بالنسبة لنا لن نتسامح في المستقبل مع هذا الاستهتار المغربي، نعم. ولا نقبل بالمقاربة الانتقائية نعم. على سيد هوى أبي، تقول المغرب لنا في التعامل مع هذه المواضيع. إن الجبهة لم تقرر سحب عناصرها المسلحة من المنطقة، لكن فرنسا، وكما قلت وأمامي بيان للخارجية الفرنسية، طلبت الجميع بالتحلي بالمسؤولية عبر سحب أي عناصر مسلحة من هذه المنطقة. كيف تردون وأنتم ممثل البوليزاريو في باريس؟ لا، بطبيعة الحال الوضع الذي قام بالجرجرات قام بسبب خرق المغرب لوقف إطلاق النار يوم 11 غشت سنة 2016، والبوليزاريو راسلت الأمم المتحدة لمدة 17 يوم ولم تجد رد من الأمم المتحدة، وبالتالي البوليزاريو اتخذت قرارها في التواجد بالمنطقة وإيقاف الطريق المعبد واضح. وتعبيد الطريق. وبالنسبة لنا أي طريق كانت معبدة أو غير معبدة تشكل خرقا شكرا. سافرا لوقف إطلاق النار، لأنها لم تكن موجودة سنة 1991 عشية التوقيع عليه، سيد أبي البشير، نعم، شكرا تساهم لك. باستغلال ثروات الإقليم بشكل غير شرعي. شكرا لك أبي البشير، ممثل جبهة البوليزاريو في باريس.